الحله المهببه المنيله ب60 نيله دي حذر فذر فيها. شغلوا دماغكم وقولوا لي يلا انا مش هنقول ولا زي بعض نقول لكم خلاص. شوربة بروتيز حلوة ولذيذ وزي الزيت ده. شايفين اللمعة بتاعتها؟ نتحداكم اي حد يعرف يعمل الشوربة بالمنظر ده. هنفضي بقى منها شوية كده عشان هنعمله حاجة خطيرة. شايفين الدهنة اللي فيه؟ هي دي الزيت دي اللي بتحليها. نركنه دي بقى على جنب كده ونجيبوا البهارات. استنوا بس ناخدوا لنا حته دهنه نزلطوها كده لنا حاسه بالوغزانه. بصوا الدهنه عامل ازاي. يا ستار يا رب. عايزه شويه بهارات كده لزاز. عاجبك لازم تتبهر عشان خاطر هنعمل حاجه والله العظيم هتاكلوا صوابعكم وراها. نقلبه بقى كده ونجيبه بقى نركنه دي على جنب كده ونجيبه الصينيه. لا نجيبه دي الاول كده ناخدوها عليا كده بدون نحطوها هنا. لو ناخدوا الحله دي نلجحوها خلاص ملهاش لازمه معاني. ونجيبه بقى صينيه الرجاج الحلوه دي. وهنا بقى هنجليط ونمليط الصينيه عشان خاطر لما نرص الطبقات ما تلزقش فيها. شويه سمنه بقى لا يتاكلوا ولا يتشربوا بس زي بعض. تحط كميه حلوه عشان الصينيه تطلع مجرمشه معاكي واللي ياخد خرطه منها يخش الحمام ما يبطلش اسهال وضرب. الله لازم تظبطي حالك كده وتبقي تمام. وقد الرجاجه تجيبيها كده وتحميها في سلطانيه الشرب. تنزليها كده وبعد كده ترزعيها في قلب الصينيه. تخلي الرجاج كده ياخد شاور شوربه ويستحمى كده ويطلع ملعب. الله بقى ما بنحبش نكتر في الطبقات بتاعت الرجاج عشان خاطر ما يبقاش تخين. حكيماني ست رجيجه قوي مش زي النسوان اللي هي تقعد تعلي وتعمل طبقات قد كده زي المرتبه الصفنجي. الحاجه لازم تبقى خفيفه ومكرمشه عشان اللي ياخد خرطه ما ياخدش التاني. فاكرين ان انا مش طباخه ولا دخلتكم ام ابراهيم شاطره جو. طبعا عصشت اللحمه وما ادراكم من تحصيجه اللحمه بتاعتي ولا صينيه البسبوسه حطيت لها بهاراتها وفرمت طماطمايه كده ورحت حطاها عليه. بصوا عامله ازاي. بصوا الايدام بتاعها اما تعمل معاكم كده تعرفوا ان الايدام بتاعها دسم وحسن. هنرصها بقى في قلب الصينيه كده بالطريقه الحلوه الجميله. بصوا ما تستخسريش. حطي كده واملي الصينيه ومالكيش دعوه باي حاجه. اي مكان فاضي تحطي فيه كده. اللهم صل على النبي على ريحتها الجميله. ريحتها حلوه خالص. يا صلاه النبي احسن. كفايه بقى كده لحمه لان انا ما نحبش نحط في الطبقات لحمه ياما. اللحمه غاليه يا ولاد مش ببلاش. وادراكوا بقى لو تعرفوا ان اللحمه دي لحمه يا خرابي. بس مش هنقول لكم خليكم كده مش عارفين حاجه احسن. نجيبوا بقى شويه الرجاج التانيين وننزلوا بيهم في قلب الاشوربه. نليطوهم كده بهذه الطريقه وترصي على طول. يا صلاه النبي ما هيش صعبه ولا اي حاجه يا ولاد والله. الوليه الواعيه اللي زي خالتكم ام براهيصه كده لو حطت الحاجه في دماغها تطلع احلى من المطاعم. نولع الفرن بقى على درجه 170 سنه ونحشرها جواه تطلع مقرمشه وجميله. والله العظيم لازم نوريها لكم لما تطلع من الفرن عشان تعرفوا بس ان الايدين دي تتلف في حرير. بصوا بقى انا قبل ما ندخلها الفرن نحب نقطعها على المقاس اللي انا عايزاه لان لما بنحمرها ونطلعها نخرطها بتتفشفش مني وبتبهدلني احلى بهدله. لكن كده بصوا جميله ازاي سايحه ونايحه. تخرطي بقى الخرط على قد ما انت عايزاها خرط ركيكه ماشي. عايزاها خرط حلوفيه كبيره ماشي. اللي انت عايزاه اعمليه. شايفين المنظر كانك بتخرطي في صينيه هريسه. يجيبوها بقى من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال ومن الشرق ومن الغرب وما تخليش.
قطعيها حته. طبعا صينيه الرقاق طلعتها من الفرن اهي ومجرمشه ومحرمشه وزي الفل. احسن واحده يا ولاد تعمل صينيه الرقاق ديت مش اني، اكيد حد تاني، مين هو الله اعلم. بصوا بقى هنطلع لكم خرطه حلوه كده عشان نوريها لكم. صلاه النبي احسن. كل اللي بياكل قطمه من الرقاق بتاعي يقول لي يا ام ابراهيم تسلم ايديكي ورجليكي، بصراحه ربنا عمرنا ما كلنا رقاق بالطريقه الجميله دي. بصوا الحلاوه والتجرمشي هندوقوا معاكم بقى ونشهد لكم بالحق. مش قادره انا فصلت الفيديو ومجربه نخلص على الصينيه. كل اللي نقدر نقوله لكم ان ام ابراهيم ما بتعملش حاجه وحشه.